تحية مجددة لكل المتتبعين والمتتبعات لمضامين محتويات سواء القناة على اليوتيوب، فيسبوك ولا في التيك توك. بما أننا بدينا في التيك توك وبداو تينا عندنا شوية المتابعين الناس في التيك توك، فتحية للجميع. عندي اليوم بسرعة واحد التساؤل مع الناس، نتساءل مع الناس. أنا بطبيعة الحال قناعتي ما تنخفيهاش، أنا ضد النظام الملكي في كل إشكاله، حتى داك يسود ولا يحكم ديال الانجليز وديال، رغم على انها نسبة نجاحها في دولة تقليدانية مخزناتية متخلفة بحال المغرب هو يعني اقل من الصفر، واخا لا بروبابيليتي ديال النيجاتيف ما كايناش في الواقع، ولكن انا نقولها بشكل ميتافوريك يعني مجازي. اذا انا ضد النظام الملكي. علاش مثلا انت في الانجليز، علاش واحد العدد الملايين المواطنين خصهم يخرجوا ويكدحوا ويخدموا ويضربوا تماره باش تقطع لهم من فلوسهم الضرائب، باش واحد الحصه من ديك الضرائب تعطى لواحد العائله اللي هي اصلا وحده من اثرى الاغنياء في ذاك البلاد، وهذيك العائله اصلا معفيه من الضرائب، يعني ديك الفلوس اللي تياخذوا من المواطن ما تتوليش ترجع لديك المصلحه العامه بشكل ما. علاش؟ فقط لانهم بالوراثه تولدوا في عائلات النبلاء والملوك الى اخره. لان خصنا نفهموا مثلا في بريطانيا راه ما كاينش غير العائله الملكيه اللي مشات الملكه اليزابيث والملك تشارلز ولاد تشارلز ولاد تشارلز، لا، راه كاينين ولاد الخاله ولاد العمه، كاين لي دوك لي بارون وكذا، وهادو كلهم تعيشوا على قفا الشعب البريطاني، مما يؤكد على انه يعني في بريطانيا باقي واحد الجزء ديال التخلف حتى هما، ولو يكون قد هكا في علاقتهم مع هاد العائله الملكيه. ولكن رجع نشوفوا حتى لهاد الناس مثلا المغاربه ديالنا اللي مع هاد الملكيه، يعني سواء العياشه بالعلاني ولا العياشه في الخفاء، دوك اللي تيقول لك وهو مع الملك ولكن هو ضد الفساد، وكأن هذا الفساد هذا جاي من شي جهه اخرى من غير جهه الملكيه. دابا السؤال هو فين هو هذا الملك هذا؟ انا تنشوف في مواقع التواصل العام اللي هو التواصل الاجتماعي هذا اللي هو اللي ولا تيعبر على الصوت ديال الشعب بتخلفه، وبداك الشيء اللي فيه زوين وربما مفيد سواء سياسيا ثقافيا فكريا فنيا، تلقاو امور زوينه، ولكن بالاغلبيه الوسخ ديال المجتمعات ولا تيخرج في الوسائل ديال التواصل الاجتماعي. دابا من اوسخ الوسخ الى انظف هذا تيقول لك ودي ما يمكنش هذا الملك هذا اخر مره بان بشكل رسمي، بان بالعكاز ما تيقدرش تيحبس يدو، راكم شفتوا التصاور، ودابا تيطلعوا لنا في قنوات الوسائل في وسائل التواصل الاجتماعي وحكا ها هو هنا تيكسي ولادو من المولات، ها هو في الجوطيات الاغنياء، ها هو هنا واقف لابس البنطلون ومزركش وصباط الكلون. عندي انا سؤال واحد، هو انه ملي شعب تيتساءل على فينا هو الرئيس الفعلي ديالو، هذاك الرئيس الفعلي خصو يطلع بشكل مباشر ويدير خطاب بشكل مباشر ويقول لهم ها انا دارني بصحه جيده والى اخره. اما الصور والفيديوهات في عالم التخابر والمخابرات اكيد على انهم تيجنيو واحد العدد كبير هادو باش ملي يحتاجوهم يديروا، راه يموت الانسان ويخرجوا لك هو صور وفيديوهات، ها هو جالس هنا في لقاء مع كذا، ها هو هنا مع ولادو، ها هو هنا تيلعب الجولف، ها هو هنا تيدير جيت سكي. اسهل حاجه، التحدي مرفوع امام المخزن دابا والملكيه، هو يخرج هذا الملك ديالكم يدير خطاب بشكل مباشر على موضوع حديث ويأكد على انه راه بصحه جيده، من خلال من خلال الالقاء ديالو والجلوس ديالو والوقوف ديالو الى اخره. اما من غير هذا الشيء هذا راه شوف عاد ممكن تدوزوا هاد الفيديوهات وهاد الصور وتزيدوا عليهم اغاني د العياشه، وهذا ممكن تدوزوهم على الشعب اللي ولا لا يستحق اسم الشعب في الحقيقه، رغم على انني تنتعاطف معه، ولكن الشعب راها كلمه عندها حموله كبيره. هذا شعب ولا
شعبولة هو النتاج ديال الشعب يتعرض للتجهيل والتخويف والتجويع والقمع والتشريد والتهديد والترهيب حتى تيولي يتحول الى شعبولة، شعب شبه زومبي مغيب تماما. فبالتالي لما نرتقيو للشعب راح نسميو ما يسمى داك التجمع البشري اللي كان في المغرب نسميوه الشعب. الاحترام ديالنا كيمشي للاقليه اللي باقا صامده، ولكن هذيك الاقليه اللي باقا صامده راها رافعه نفسها ومترفعه هي على داك الشعب، ولا ما نحتاجوش حنا نرفعوا من القيمه ديالها. اذا التحدي امام المخزن وامام الملكيه، خرجوا هذا الملك اللي في صحه جيده وكذا والى اخره، خرجوه يخطب بشكل مباشر. قيلوا الناس من التصاور القديمه والفيديوهات القدام راها طلعت في الراس وبسالت وحماضت. اذا لحد هنا نتوقف، وكما العاده المجد والخلود للمقاومه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني عبر التاريخ الذي عرى عن الوجه البشع ديال الحلفاء الغربيين، وكذلك في اطار تغيير تاريخ العالم وحتى الفكر كيفاش تفكروا الشعوب عبر العالم. والمجد والخلود لشهداء الشعب المغربي اللي هدفوا التحرر من هذه الملكيه هذه التقليدانيه المخزناتيه السلطويه، والحريه لكافه المعتقلات والمعتقلين بزنازين هذا النظام المتصهين الذيلي اللاشعبي اللوطني اللاديمقراطي. الى اللقاء في فيديو قادم، تحياتي.